السلام عليكم حبايب قلب الحلوين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض المنين بالعجوة أو القراقيش زي ما بنسميها. هقولك ايه هي البدايل اللي انت ممكن تستخدميها في العجينة، وهقولك ايه الأخطاء اللي انت ممكن تقعي فيها وانت بتشكلي العجينة. هقولك الطريقة الصحيحة للتسوية وايه المدة الصحيحة اللي انت تسوي فيها القراقيش عشان ما تنشفش معاكي قوي والعجوة تنشف جواها. هقولك كل حاجة خاصة بالوصفة بتاع النهاردة. عندنا دقيق، عندنا سمنة، عندنا مية، هنعمل احلى قراقيش واحسن من اللي بتتباع في الافران جاهزة. تعالوا كده نسمي الله ونبدأ. معانا قالب عجوة 400 جرام، يعني نص كيلو الا 100 جرام. معانا معلقتين كبار سمسم، يعني 30 جرام. معانا معلقتين كبار سمنة بلدي 30 جرام. هنعجن السمنة والسمسم والعجوة مع بعض. لو احنا حسينا ان العجوة بتاعتنا جامدة شوية واحنا مش قادرين، ممكن تشغلي الميكروويف دقيقة وتدخليها وتخرجيها تعجني فيها. لو مش متاح عندك ميكروويف ممكن تشغلي الفرن بتاعك عادي دقيقة برضك وتقفليه وتحطي فيه العجوة. اهم حاجة استبعدي ان انت تحطيها على النار وتعملي فيها، لان هي كده هتستوى منك وهتبقى جامدة فعلا فعلا جامدة جوه العجين. حتى لو مش متاح ده كله، ممكن تجيبي حمام مية وتعجني عليه العجوة، هتبقى معاكي زي الفل. انا عجنتها لحد ما وصلت معايا للشكل ده كده بسهولة جدا وما بتاخدش معايا وقت في التشكيل زي الفل اهي. هجيب كيس تلاجة واغطيها علشان احاول ان هي ما تنشفش مني لحين لما اعجن العجينة وابدأ في التشكيل الاقيها جاهزة والعجوة معايا تمام. هجيب هنا بولة فاضية هنزل فيها ب100 جرام مية فترة خالص من الحنفية، يعني نص كوباية. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة سكر حوالي 15 جرام. 10 جرام خميرة، يعني معلقة متوسطة. هنمزج المكونات في بعضها وحاولي ان انت ما تكتريش سكر. الخميرة بتاعتي طلعت فقاقيع، معناها ان الخميرة بتاعتي نشطة، الجودة بتاعتها كويسة، تاريخ الصلاحية بتاعها لسه جديد وتمام. معايا المج اللي هو بتاع الشاي العادي ده 200 جرام سمنة على زيت، يعني انا مستخدمة 150 جرام سمنة و50 جرام زيت. وهبدأ ان انا امزجهم مع بعض كويس قوي. عندي 500 جرام دقيق منخولين. اي ماركة انت حابة تستخدميها، انا مستخدمة ماركة الصفا كريستال، كويسة معايا جدا وبتطلع معايا المعجنات زي الفل. هبدأ ان انا المهم، وقبل ما المهم هنزل عليهم بربع معلقة ممسوحة سكر. هشتغل بقى بالاسباتيولا بتاعتي وابدأ امزج المكونات كلها مع بعضها والم العجينة بتاعتي علشان اوصل للقوام ده، وبعدين ابدأ ان انا اشتغل بايدي والم العجينة بتاعتي. السوائل بتاعتي انا هقولك انا استخدمت سوائل قد ايه بس في نهاية العجين. اول حاجة كده انا هلم العجينة زي ما قلت لك. انا استخدمت ماركة كريستال، ممكن تستخدمي اي نوع دقيق انت حابه تستخدميه وعارفه ان نتيجته افضل نتيجه معاكي، لان انت اللي بتستخدمي. انا ممكن اقول لك على انواع كتير قوي موجوده في السوق. ثانيا انا استخدمت سمنه على زيت. ناس هتقولي ممكن نستخدم سمنه، هقولك ممكن، وممكن نستخدم زيت، هقولك ممكن، بس الافضل ان احنا نمزجهم الاتنين مع بعض. اولا الزيت بيديلها قرمشه، السمنه بتديلها دوبان. معايا هنا 50 جرام لبن حليب. لو مش متاح عندك اللبن الحليب ممكن تستخدمه ميه. لو مش حابه ان انت تستخدمي الميه وعندك لبن بودر ممكن تستخدميه. بلاش نحط لبن رايب لانه بيطري العجينه، وبلاش نحط زبده، دي من الحاجات اللي ممنوعه في القراقيش او في المنين ان انت تحطي زبده او لبن رايب. دول 50 جرام. انا زي ما قلت لك هقول لك السوائل اللي انا احتاجتها قد ايه في العجينه في اخر العجين. اهم حاجه لم العجينه بتاعتك كويس وما تقلقيش، بس تضيفي السوائل واحده واحده. لو انت حابه تشتغلي في العجان زي ما قلت لك هتجيبي الحله بتاعه العجان وتنزلي بالميه، السكر، الخميره، وبعدين تدوبوهم زي ما انا دوبت، وتنزلي بالسمنه، وبعد كده تنزلي بالدقيق بتاعك على اقل سرعه، وبعد كده تنزلي بالسوائل بتاعتك معلقه معلقه لحد ما العجينه بتاعتك تتلم وتبقى عجينه طريه. انا استخدمت ال50 جرام لبن ومحتاجه كمان سوائل، هجيب 50 جرام ميه وابدا ان انا انزل معلقه معلقه واعجن. زي ما انتوا شايفين العجينه بتاعتي لسه محتاجه سوائل وبتقطع، لان انا في العجينه دي مش محتاجه ان انا اعمل لها عرق، فبالتالي انا هنزل بالميه بتاعتي حاجه بسيطه جدا علشان كل ما احتاج انزل، لان العجينه دي مش هينفع ان انت تزودي لها دقيق، ومش هينفع ان انت ترجعي تاني
تزودي ميه وترجعي تاني تعجني، فبالتالي خلاص كل ما هتعجني والميه بتاعتك زايده فهتضطري ان انت تعجني عشان هي تلم مع بعضها، فبالتالي هتبقى قرص 100% او 1,000,000% كمان، لان هي هتبقى عملت عرق، لان ايه السوائل بتاعتها مظبوطه. انما كده السوائل بتاعتي مظبوطه 1,000,000%، لان انا بنزل بحاجه بسيطه جدا. طول ما هي بتقطع معايا وانا مطمنه، انا عارفه قدر السوائل اللي انا منزلاها ايه، العجينه بتاعتي هتاخد مني وقت قد ايه. العجينه دي مش من العجين اللي بتحب ان انت تفضلي تعجني فيها، لا هي بتلم معاكي بسهوله وبتبقى عجينه طريه، وبجد من الوصفات السهله اللي انت بسهوله جدا هتقومي تطلعي. اكيد كلنا عندنا دقيق، كلنا عندنا سمنه في البيت، اي نوع سمنه انت حابه تستخدميه، عندنا زيت، اي حاجه متاحه عندك في البيت هتبقى في الوصفه تمام. تمام زي ما قلت لك كلنا موجود عندنا الخير. هتعمليها نص ساعه بالظبط او ساعه بالظبط، هتبقى معاكي احلى قراقيش ممكن تاكلها في حياتك. العجينه بتاعتي لمت وبقت زي الفل. استخدمت سوائل قد ايه؟ استخدمت اول حاجه نص كوبايه ميه يعني 100 جرام، تاني حاجه 50 جرام لبن فلاحي يعني كده 150 جرام سوائل. وادي الميه اللي فضلت منها، ما استخدمتش ال 50 جرام، انا خدت بعس معلقتين ونص ميه، يعني استخدمت حوالي 175 جرام ميه، يعني كوبايه الا ربع وفوقهم معلقتين ميه. تم. العجينه بتاعتي ريحتها 5 دقايق وغطيت عليها ورجعت هشيلها بقى واشتغل فيها. سهله جدا جدا جدا، مش محتاجه اي افتكاسات، طريقه الفرد على اسهل ما يمكن. الوصفه كل حاجه انا قلتها لك بالملي علشان ما تواجهيش صعوبه. عندي ده سمسم للتزيين، العجوه بتاعتي لسه طريه زي ما هي، الصاجه بتاعتي مش مدهونه اي سوائل ومش مدهونه اي حاجه. العجينه بتاعتي هبدا اشتغل بيها. السكينه بتاعتك او السكرابر هتبداي ان انتي تلم العجينه، تلم الطرفين. اوعي 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 تعجني العجينه تاني. العجينه احنا ريحناها اول حاجه لمده 5 دقايق علشان الخميره تبدا تمشي فيها. احنا مش عايزينها تختمر، احنا بس عايزينها ترتاح والعجينه تمشي فيها ونبدا نتحكم فيها بسهوله وسلاسه. انما انتي لو عجنت العجينه او لبكتيها تاني زي ما احنا كنا بنعجن في المرة الاولانية، مستحيل تبقى معاكي قراقيش، ومستحيل ان هي تقب، ومستحيل ان هي تطلع، مش هتبقى قراقيش اساسا. تمام. فدي من الاخطاء اللي كلنا بنقع فيها، ان انتي ساعة ما تيجي تقطعي العجينة بالسكينة تبدأي تلوكيها تاني او تعجنيها تاني من الاول وجديد، فلا، دي من الحاجات اللي بعيدة عنها ومن الاخطاء. اقطعي العجينة واشتغلي فيها على طول، افرديها، وحاولي ان انت ترفعي العجينه من الاطراف وتسيبي لها سمك من جوه، علشان العجوه لما تتحط وتيجي تقطعي تلاقي العجوه بتاعتك ظاهره والعجينه بتاعتك ظاهره، الاطراف هتتلم مع بعضها فهتعمل سمك لوحدها. اهم حاجه قفلي الاطراف كويس علشان ما تبقاش مفتوحه منك من تحت، وعشان لما تيجي تسويها تلاقي الشكل كله متناسق. حاولي ان انت تقطعيها بزاويه كده، وخلي الكميه المقاس، انا بقيس لك بالصباعين اهو علشان تبقي شايفه القراقيش، علشان تبقى كلها متساويه زي بعضها. الاطراف دي برضو تحطيها في الصاجه بتطلع زي الفل. العجوه بتاعتنا ظاهره والعجينه ظاهره، والعجينه ما شاء الله الوصفه حلوه جدا، وانا مش سايبه اي حاجه خالص غير لما قايله لك عليها. ادي كمان طريقه التشكيل سهله جدا. ممكن كمان تحاولي ان انت تقسمي العجينه 2 وتفردي العجينه النص الاولاني على كيس تلاجة والنص التاني برضك على كيس تلاجة، وتفردي العجوه بتاعتك على برضك كيس تلاجة، وبعدين تبداي تحطي العجوه على الفرد الاولاني اللي احنا فردناه، وتنزلي بالعجينه التانية اللي انت فردتيها وتقطعيها سمبوكسات او مثلثات او الشكل اللي انت حابه تقطعيه. كل الطرق متاحه ليكي ان انت تشكلي بيها القراقيش، بس الطريقه دي يعني شويه مستحبه علشان احنا بنشوفها في الافران او معروضه كده على الصجان، فالعين بتاكل قبل البق بمعنى اصح، فدايما احنا بنبقى حابين نوفر لك الطريقه اللي انت شايفه بيها. حاولي وانت بتحطي السمسم ما تضغطيش بصوابعك علشان ما تعلمهاش، عشان يبقى السطح بتاعها املس ومتساوي، ويبقى الشكل بتاعها واحد. زي ما قلت لك قيسي، انا عطيالك المقاس، قايله لك يعني ايه، محدده لك الصباعين، وبرضك حسب اللي انت حابه تعمليه اعمليه. الشكل بتاعها حلو والطريقه بتاعها سهله وسلسه.
لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وسبسكرايب للقناة علشان اتشجع بيكم وابدأ ان انا انزل لكم وصفات جديدة. الوصفات سهلة ومش محتاجة اي حاجة، الشتاء محتاج الخير. ده شكل العجينة بتاعتي بعد ما اختمرت، شكلها بصراحة يفتح النفس. ولو انتي مش عارفة شكل الاختمار ممكن تشمي ريحة العجينة هتلاقيها معاكي مطلعه خميره، يبقى هي كده اختمرت. وكمان شكل القراقيش وهي في الفرن يشهي. اولا الفرن بتاعنا انا مشغلاه مسبقا على درجه حراره 200 اعلى درجه حراره من تحت ومن فوق، وبنزل الصاجه بتاعتي بحطها في صاجه للفرن على الشعله وفي صاجه فوقها انا بحطها عليها. ولما توصل للون اللي انا حباه من تحت، اللون اللي هو الذهبي الغامق ده، ببدأ ان انا انزل الشبكة دي زي ما انتوا شايفين كده على اول درجة فوق الشبكة، وادخل الصينية الصغيرة. هم طلعوا معايا كمية حلوة. الكمية دي خدت مني قد ايه في الفرن؟ خدت مني نص ساعة، 30 دقيقة تسوية للصينيتين. ما شاء الله شكل القراقيش شهي، شكلها حلو قوي، اللون بتاعها حلو. العجوة بتاعتنا دايبة فيها دوب القراقيش من تحت ومن فوق. ودايما اما تيجي تسوي حاجة اقعدي قدام الفرن البوتاجاز بتاعك علشان تطلع كلها شكل واحد. تلف الصينية بتاعتك شمال، تلف الصينية بتاعتك يمين، كل جنب ياخد نفس التسوية. بصوا العجوة دايبة فيها. انا قلت لكم كل حاجة خاصة بالعجينة سواء بالجرام او بالمعلقة، كل حاجة خاصة بالوصفة، ما سبتش اي حاجة ما قلتلكوش عليها. اتمنى ان ما اكونش نسيت اي حاجه خاصه بالوصفه. ومعلش ان كان الفيديو طويل او انا يعني بقولك كل حاجه مطوله في العجينه، بقولك كل حاجه خاصه بالتسويه بتاعتك، بس عشان